تلقى نادي بايرن ميونخ عرضا مغريا للتعاقد مع الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي في صيف 2023. رونالدو ارتبط اسمه مرارا وتكرارا بالنادي الألماني الذي تراجع عن خطوة ضمه بسبب راتبه المرتفع الذي لا يتماشى مع سياساته المالية، لكن صحيفة آبنت سايتنج الألمانية كشفت عن محاولة غريبة لإقناع مسؤول البايرن بالتحرك نحو صاحب 38 عاما بنهاية الموسم الحالي، وأشارت إلى حصول بايرن على بريد إلكتروني من رجل أعمال ألماني يدعى ماركوس شون صاحب موقع بيورو.دي يعرض خلاله تمويل صفقة رونالدو. وتعهد رجل الأعمال الألماني بالتكفل براتب اللاعب الضخم، علما بأنه يتقاضى حاليا 200 مليون يورو في النصر، لكن شون اشترط عقد شراكة مع النادي البافاري نظير نقل الهداف التاريخي لكرة القدم إلى ملعب ألينز أرينا.